غلطة الشاطر بألف. صبحي بيهش الدبان من على وشه، قام الكرة دخلت جون. بيفكرنا بالقديم، بيفكرنا بالكابتن حسين السيد زمان. النهارده فريق كايزر الشيفز مش عارف يجيب جون. صبحي قال لهم لا خلاص انا هريحكم يا جماعه، هجيب لكم الجون عشان تتعادلوا. ده في اخر دقيقتين. هل ده لان عواد اتظلم؟ عشان المفروض عواد كان هو اللي يبدا المباراه. ما زال فريق نادي الزمالك فريق الهدف الواحد. الزمالك في افريقيا بقاله مباراتين بيجيب الجون وما بيغطوش بجون واتنين، رغم الظروف بتساعده في المباراه، رغم ان جاب جون في اول 3 دقائق عن طريق سيف الدين الجزيري اللي عمل شوط اول رائع. لكن ما زال سؤال يطرح نفسه: التحكيم الافريقي ماله مال الانديه المصريه؟ النهارده التحكيم الافريقي عرض الزمالك لظلم كبير من التحكيم الافريقي. يكفي ان انا اقول لك في الدقيقه 9 سيف الدين الجزيري احرز هدف صحيح 100%، والحكم رجعه على اساس انه فاول. كمان شيكوبانزا اللي هو تور هايد في عنبر 7 النهارده كان ليه ركله جزاء وما اتحسبتش. عايز اقول لحضراتكم